السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ان شاء الله كفتة، بس ان شاء الله هتعجبكم، جميلة جدا. معايا هنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. شوف المقادير مع بعض ان شاء الله كده وتعملوها زي يلا جهزهم ونعملها مع بعض. معايا هنا بطاطساية مسلوقة، ومعايا معلقتين رز من الرز اللي انتي بتطبخيه، ومعايا هنا طماطمايه بشراها وفلفل وملح وسبع بهارات وثلاث فصوص توم. ومعايا هنا بصلة متوسطة بشرتها، ومعايا هنا بطين. احنا هناخد البيض مع الطماطم السوائل الاول مع البصل، وهنحط البهارات ونقوم حاطينهم في الخلاط ونضربهم مع بعض. هنخلط بقى كله مع بعضه كده. جهزت الخلاط وحطيت الحاجة فيها. شايفين الشكل بتاع الخلط مع بعض دي بتبقى ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. حطيت بقى البطاطس والمعلقتين الرز. انت هتستغربوا اللي انا حاطه معلقتين الرز. ما شاء الله بتديلها طعم وبتنشي الكفتة معايا. انا ضربت كله ببعضه، فالرز عشان ما تكتش شوية على الخلاط ان انا اطحنه كويس، فطلع منه حبيبات كده من الرز، فمش مشكلة. معايا هنا البقسماط عشان نشوف المقدار بتاعنا اللي احنا هناخده تبع العجينة واحنا بنقلبها. هحط بقى اللحمة. هحط بقى ايه كل الخلطة اللي انا عملتها في الخلاط فوقيها واقلبها بقى. احط البقسماط. طبعا البقسماط ده يا جماعة على حسب العجينة اللي معاكي، اللحمة مع البهارات تحطي وتقلبي وبتشوفي السمك بتاعها، تشوفها محتاجة إيه تبع ما ايه ايدك تعرف. يعني انت هتشوفي وتمسكي كده بايدك الملمس بتاعها وتعرفي. حطيت فيها يجي معلقة خضرة كده من اللي انا بخرطها، بغسلها واقطعها واحطها في الفريزر. وحطيت لها معلقة زيت علشان اما اجي احطها ابططها يعني، واعملها في كيس من التلاجة في طبق صغير كده. انتوا الوقت هتشوفوه. لا اما تجيبوا غطا برطمان وتمون يبقى سهل. يعني هتقولوا كفتة ولا همبرجر، الاتنين في بعض، اتنين في واحد. حطيت شوية شطة، ده على حسب ما انت عايزة. تقلب كله مع بعضه لحد ما العجينة كده، شوفي اللحمة كده بقت حلوة وماسكة كده، وتقدري اللي انتي تفرديها تبقى سهلة معاكي، لا منها تبقى ناشفة ولا طرية اوي. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. معلقة الزيت اللي انا حطيتها دي علشان واحنا بنفرد العجينة ما تلزقش في الكيس بتاع التلاجة وتبقى سهلة معانا. طبعا الخضرة قلبتها معاها، والطبق الصغير اللي عندي ده جبته
عندك غطا، زي ما انا قلت لك تلاجة بتاع غطا برطمان حلو جدا. انا عشان ماسكه التليفون يا جماعه كنتش عارفه اعمل قدامكم، كنت بسيب التليفون واعمل. فحبيت ان انا اوريكم بس الشكل النهائي بتاعها، يعني بنعملها ازاي، الطريقه ازاي سهله جدا. شايفين اللمعان اللي فيها دي؟ علشان المعلقه الزيت اللي انا حطيتها، بحيث ان هي ما تلزقش في كيس التلاجة. انت بتحطي الكيس وبتحطي معلقه كبيره من اللحمه، وتقوم حاطه الكيس طرف الكيس التاني عليها، وتحطي بايدك او بالمعلقه احسن، لا اما تجيبي طبق صغير اصغر منها او كوبايه وتضغطي عليها ضغطه بسيطه فتطلع معاكي مظبوطه. انا بحاول ان انا اعمل بايدي التانية معلقه كبيره بقول لكم اهو، وتحط الطرف التاني من الكيس وتبططي عليها كده بالمعلقه بظهر المعلقه، لأمة بكوباية ظهر كوباية، وبتطلع معاكي بالشكل ده. شايفين الطريقة دي جميلة جدا. طبعا كنت مجهزة الشواية، ما انا مش هقليها، اعملها على الشواية، اعملها بالفحم، ديلها طعم وريحة في منتهى الجمال. يدوب لسه كانت بتسخن، فحبيت ان انا اوريكم، لان انا ما صورتش على طول وانا بحط، انا جهزت الحاجة وحطيتها وكنت بوريكم يعني اعملها ازاي. بسيطة خالص وسهلة اهي. هي الخضرة واضحة فيها شوية علشان بس المفروض اللي انا كنت عملتها في الخلاط معاها، بس عادي يعني اهي ماشي. بس ما تحاوليش تسيبيها لما تتحمر قوي علشان ما تنشفش معاكي، يعني تديلها وش كده الاحمر اللي هو مش غامق قوي. وفي معلومة كمان، بحط يعني حبة زيت صغيرين كده على الوش علشان ما تنشفش اهي، بتطريها وبتساعدها على ان هي تتحمر بسرعة عشان ما تاخدش وقت وتنشف معاكي على الشواية. الطريقة دي برضك وانا حطاها على البوتاجاز. الشواية عبارة عن صينية وبشوي فيها اذا كان فراخ مشوية ولا كفتة ولا اللي انت عايزاه، بتبقى سهلة جدا. الاول كان نقول مروحة ويبقى في دخانة جامدة والكلام ده كله، لا دي بسيطة جدا وبتسهل عليك الامور، مبقاش في دخانة اللي هي الصعبة اوي دي. انا كنت بس بحاول اكبر يعني الكاميرا قدامكم على اساس تفرد، يعني تجيبلك الصورة بوضوح كده. اتحمرت اللي قدام وده النهائي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، هي بتتكلم عن نفسها. وكم فلفل كده، من واحدة من الفلفل، كم واحدة كده حطيتهم شويتهم وحطيتهم معاه بس مشطشط كده وطعمه جميل قوي. وقولوا لي ايه رأيكم، متنسوش اللايك وتفعيل الجرس، وان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. يعني بس بوريكم واحدة ما شاء الله طرية وجميلة جدا، طعمها حلو لان انت شويها كمان. الفحم بيديلها ريحة وطعم حلو قوي. قولوا له ايه رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.